الاهلي في كل المباريات حتى اللي خسر بهذا السوء، لانه ما خلق ولا فرصه في اتجاه المرمى. يعني ما حسينا ان سالم موجود بمرمى الشباب. نعم. ولذلك يعني ايضا يعني اصابه سالم يمكن زادت الطينه بله على ما نقدر نتفق. بالضبط. يعني المفروض ان حسن يوم يدخل مكان حسني ويخلي حسني، من دام حسني غير متقيد يعني بالمركز اللي هو فيه اليوم. كرة القدم اهم اثنين في الفريق دائما هم لاعبي الارتكاز، خاصة في اثنين. انت يعني علي عباس الوحيد المتواجد والباقيين متناثرين. كانك تدور عليه. تدور حسني اذا صار ما رجع، يعني شوف في كل الملخص بتحصل علي عباس الوحيد. وهذا متى؟ هذا الين يعني الدقيقة يمكن 24 كانت الامور يعني الشباب من البداية بدأت ظواهر التسديد، الرغبة في التسديد او الوصول، الشكل. ولو ان لعيبة الشباب بعد ايضا دايخين بروحهم، يعني الاخطاء موجودة والتمرير. يعني الشباب كان المفروض يستغلون سوء حالة الاهلي في الشوط الاولي ويسجلون، لان الوضع هذا ممكن يتغير في الشوط الثاني. نعم يعني ممكن. لا يمكن ان الاهلي يكون بهذا السوء على مدار المباراة. يعني انا ما اتصور. الشباب نحن نقول بدأ بالمبادرة، بدأ بتنفيذ اليوم بعض الشغلات يمكن نحن اخذناها على جانب كراي فيها، ولكن خلينا ايضا نفصل مثل ما ذكرت انت بالمهام. انا كنت تحدثت عن مهام جديدة قد يكون اعطاها باولو. ريناتو واحد من اللعيبة اللي برزوا وظهروا بشكل واضح في من خلال ادائهم، واحنا معلوماتنا ايضا بمن هو ريناتو وكيف كان يؤدي ايضا خلال الموسم كامل. هذا الهدف نعلق عليه بعدين، بس نتكلم عن مثل ما تفضلت فيه المفاجأة التكتيكية اللي اوجدها المدرب اليوم حقيقة في فريق الشباب، هي عملية ريناتو في وسط الملعب. اليوم ريناتو وعادل عبد الله قايمين بدور المحور الارتكاز، ولكن ريناتو يقوم بادوار مزدوجة حقيقة، كصانع لعب، كي يتقدم للامام للتسديد، يقوم باكثر من دور. وهذا دور الاجنبي اليوم، دور الاجنبي انه يعطيك ادوار اكثر من دور. هذا الهدف ممكن لو نعيده من البدايه، دائما الهدف اللي سجل صوره مشابهه.